من انجح الوصفات لبلح الشام. الناس اللي بتحبه جدا وفي نفس الوقت بتعمله في البيت بس بيفشل معاها او بيطرى او ليه مشاكل كتير قوي او بيفك معاكي. تعالى نعمل النهارده بلح الشام زي ما انتوا شايفين كده، وهنحشيه كمان حشوة خفيفة جدا، وهنعمل السيرب بتاعه بكل سهولة، ومش هيطرى معاكي ولا هيفك، وهيطلع متميز زي ما انت شايفة كده. شايفين كلهم مقاس واحد. نقول كده بسم الله ونبتدي السيرب بتاعنا الاول. جبت كده بولة وحطيت فيهم كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية وشرايح كده من الليمون، هرفعهم على النار. اول ما يغلى كده ب7 دقايق، بعد ما يغلى ب7 دقايق ببتدي ان انا اطفي عليه النار واسيبه يبرد تمام. هحضر بقى العجينة هحضر بقى عجينة بلح الشام مع بعض. جبت هنا بولة او طاسة كبيرة، ابتديت ان انا احط فيها كوباية ونص من المية، عليهم ربع كوباية من الزيت، و3 معالق كبار من السكر، وربع معلقة صغيرة من الملح. هرفعهم بقى على النار لحد لما يخش بس في الغليان، مش هغليه كتير عشان السوائل بتاعتي ما تقلش. هحضر بقى كوبايتين ونص من الدقيق، هاخد منهم معلقتين كبار وهحط بدلهم معلقة كبيرة من اللبن البودرة ومعلقة من النشا. لو عايزة تستغني عن النشا بتحطي معلقة الدقيق اللي انت شلتيها، بس النشا بيديله طراوة حلوة جدا من جوه. السيرب بتاعي هسيبه يبرد 3 4 ساعات كده، وبعد كده هبتدي اشتغل في العجينة. بردت الميه ابتدت دخلت في الغليان، بحط عليها بقى خليط الدقيق اللي انا حاطه عليه لبن بودره ونشا. هفضل اقلب فيه على نار هاديه جدا، لازم في الوقت ده بكون مهديه النار خالص، وابتدي اقلب فيها لحد لما العجينه تبتدي تخش في السوا على نار هاديه زي ما انتم شايفين. هقلبها كده وبعد كده هتديني الشكل اللي انتم شايفينه ده. هسيبها تبرد بس دقيقتين 3، وبعد كده بقى ابتدي اطلع البيض بتاعي. جبت كده 3 بيضات كبار. لو بيض صغير زي ما انتوا شايفين كده بحط 4 بيضات بس، هي الوصفة فيها 3 بيضات بس. هدا معايا بس ما بردش معايا العجينة، ببتدي اجيب المضرب بتاعي وانزل بيضة بيضة كده. اول ما بتختفي بيضة بحط البيضة التانية. انا البيض بتاعي كان صغير فحطيت 4 بيضات. انزل بيضة واضربها، وبعد كده بنزل بالبيضة التانية، وهيبقى معايا خليط بلح الشام بيبقى سميك شوية او بيبقى ماسك شوية عن اي خليط تاني. ممكن المضرب يبقى ماشي معاه بكل سهولة. احط البيضة الرابعة عشان البيض بتاعي زي ما انا قلت لكم صغير، وادي العجينة بتاعتي بتبقى متماسكة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ده الشكل بتاعي، القمع بتاعي اللي انتوا شايفينه بتاع اللقمة او بلح الشام. بيباع عند اي حد بيبيع خامات الحلواني. ببتدي ان انا احط بقى العجينة في الكيس بتاعي، واجيب الزيت وهو بارد من غير ما ارفعه على النار، وببل كده المقص بتاعي بالزيت، وافضل اضغط على الكيس لحد لما ينزل، واقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده ببتدي ان انا ارفعه على نار هاديه خالص واحده واحده، لان انا مش عاوزه اسويه مرتين، انا عايزه اسويه على مره واحده. في ناس بتسويه على مرتين بيخش كده في السوا نص سوا وبتتشال وبيبرد وبيرفع تاني. فانا بسويه على نار هاديه خالص عشان يستوى معايا من جوه. بيبتدي يترفع، بيبقى في قاع الطاسه بتاعتي، بعد كده بيترفع واحده واحده لان انا حطاه على نار هاديه جدا. وابتدي كده اول ما يبتدي ياخد لون، ببتدي ان انا اقلبه تقليب بسيط، ما بقلبهوش كتير. واول ما يديني لون ذهبي زي ما انتم شايفين برفعه، ويكون السيرب بتاعي برد تماما. بحطه في السيرب يا دوبك بس بقلبه تقليبه، وبعد كده بطلعه واصفيه زي ما انتم شايفين كده. بطلعه على مصفى وبصفيه يا دوبك بس بديله تقريبا، ما بسيبوش فيها عشان ما يشربش مني سيرب كتير، وفي نفس الوقت ما تتراش معايا بلح الشام. برفعه كده واصفيه كويس جدا، وبعد كده ببتدي ان انا الزيت بتاعي بسيبه يبرد تماما عشان احط دور تاني من بلح الشام. يبرد الزيت عشان ما يستواش معايا ويحمر من بره ويبقى عجينه من جوه. بسيبه يهدى شويه الزيت، وبعد كده بقطع برده بنفس الطريقه وارفعه على النار واديله تحبيره زي ما انتم شايفين كده. انا حابه ان انا احشيه فبقطعه كده بالمقص من النص، وهقول لكم هنحشيه ايه. بيبتدي يخش في السوا كده او بيديني لون ذهبي او يبقى لونه بيغمقي واحده، ببتدي ان انا بقى اقلب فيه واحده واحده بالراحه خالص، مش كتير كمان اقلب فيه، هي تقريبا والتانيه وخلاص. بيبتدي يحمر معايا واحده واحده علشان هو على نار هاديه خالص. هيديني قرمشه من بره وبيبقى طري من جوه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المقاس بتاع بلح الشام بتتحكمي فيه زي ما انت عاوزه، بس انا عايزه اقول لك ان هو كله مقاس واحد زي ما انت شايفه، حجم واحد، ما تقطعش مني ولا مثلا نفش يعني. هي بتكبر في الزيت اول ما بتخش في السوا زي ما انتوا شايفين.
بس ولا اتقطعت ولا اي حاجه معايا ولا طلعت طريه. بس اهم حاجه ما تغطيهوش اول ما بيطلع، سيبيه يبرد خالص خالص، وبعد كده بتبتدي ان انت تحطيه في حاجه لو انت حابه تشيليه. ما بيتغطوش تماما. بحب بقى بعمل له كده كريمه. جبت بستر كريم عليه كريم شانتيه كده نص كوبايه، وحطيت عليه ميه ساقعه، وابتديت اضربه بالمضرب الكهربائي. ولو عاوزه تحشيه، عايزه تقدميه ساده زي ما انت عاوزه، حطيته في القمع بتاعي وابتديت ان انا احشيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس عايزه اقول لكم المحشي حلو قوي. اللي انا حشيته بالكريمه ده بلح الشام المحشي بالكريمه، بجد طعمه وهم كده و... وطعمه خطير صراحه. الكريمه وديته في حته تانية خالص. لو انت عايزه تستغني عن خطوه الكريمه مفيش اي مشكله، دي خطوه بس اضافيه مني. لو انت حابه تستغني عنها مفيش اي مشكله. ممكن ترشي عليه اي نوع مكسرات انت عاوزه. وبرده لو انت عايزه تستغني عن المكسرات برده، دي برده من اختيارك. بلح الشام طلع معايا ممتاز ناجح زي ما انتوا شايفين كده، لونه موحد، كل مفيش واحده مثلا اخده لون زياده عن التاني. دي عشان انت لو التزمتي بكل الخطوات اللي انا قلت عليها هيطلع معاكي بنفس الطريقه دي. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي ناجحه جدا، وان شاء الله هتطبقوا الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. شايفين بلح الشام طلع معانا ممتاز جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني للفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.